الولادة الطبيعية. تمام. في حالات كتير جدًا عندها فوبيا من فكرة إن أنا هاولد طبيعي، إمم. وبالتالي هيحصل اتساع في المهبل، وهاحتاج إن أنا أروح أعمل عملية جراحية كبيرة أوي علشان نعمل تصليح مهبلي أو إن إحنا نصلّح الاتساع اللي موجود. طبعًا هو مش شرط إن يكون الحالة والدة طبيعي عشان يبقى في اتساع في المهبل، إذًا الولادة ممكن. الطبيعية مش هي المتهم الأساسي، آه طبعًا، زي وإحنا الناس مفكرة. طبعًا دكتور أحمد بما إن حضرتك أخصائي النسا والتوليد، لأ إحنا عرفنا إيه السبب بقى إن ممكن أصلًا يحصل ارتخاء في عضلات الحوض مع الولادة سواء cesarean أو طبيعي. هو طبعًا يعني دايمًا نمسك الموضوع من بدايته، بداية الاتساع المهبلي أصلًا هو في الpelvic floor muscles أو تمام. عضلات الحوض، اللي موجود برّه الmiddle east طبعًا إن معظم البنات في بداية سن ال18 سنة بيعرّفوهم ويعلّموهم كويس يعني إيه Kegel exercise، فالبنت في سن ال18 سنة أساسًا عارفة تعمل تمارين Kegel، وعلشان نوضّح للناس تمارين Kegel عبارة عن إيه، بكل بساطة الست أو البنت بتحاول تقفل نفسها من 15 ل30 مرّة الصبح ومن 15 ل30 مرّة بالليل، اللي هو بنسميها urine retention أو بمعنى أصح إن هي بتقفل عضلات الحوض وكأنها محبوسة في آه، البول آه. والبراز عشان نعمل تقوية تقوية لعضلات الحوض. لعضلات الحوض، آه. طبعًا للأسف موضوع فكرة تمارين كيجل مش موجودة، ممكن البنات تكون بتروح حتى في ما gym فيش الوعي ده ladies أصلًا. بالضبط إمم، gym إمم. ladies ولكن الcoach نفسها ما تعرفش يعني إيه كيجل أساسًا، فبالتالي بالضبط. معظم اللي بيحصل في الgym ما لوش علاقة أوي بعضلات الحوض وتقويتها، تمام. فبالتالي أصلًا في الأساس في ضعف في عضلات الحوض في معظم البنات من البداية، plus طبعًا إن يعني ربنا لا طبعًا يعني الرجال قوامون على النساء، فبالتالي أصلًا الست أو الأنثى عمومًا في وهن في العضلات أو ضعف في العضلات بالنسبة أو مقارنة للرجل، تمام. فبالتالي عضلات الحوض في الأساس بتكون ضعيفة، وبالتالي ممكن يحصل اتساع مهبلي حتى وليكن بمجرد مثلًا العلاقة بدأت من سنة أو سنتين